اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى في اخر فيديو بالنسبه لسلسله المعسلات واللي هو سلو او السفوف بطريقه سهله. ديجا شاركتها معكم وغنرجع نشاركها معكم من المره الثانيه على التوالي. بالنسبه لهذه السلسله هذه نتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش انكم تخليوا لي لايك للفيديو اذا عجبتكم وتشاركوها مع اصحابكم ومع احبابكم. كيف ما العاده نخليكم مع لوحه المقادير باش ديروا لها سكرين وتحتفظوا بها، وندوزو نشوفوا الطريقه ديال هذا السلو هذا مع بعض. على بركه الله. اول حاجه حمرت كل من نافع وحبه حلاوه. بالنسبه لذاك الجنجلان هو اللي شاط لي من الشباكيه مع العسل فحيدته غادي نضيفو السلو ديالي. عندي القرفه والسكر حتى هو غنطحنو. هذا هو الدقيق محمر، وعندي كذلك الكميه ديال الجنجلان كلها حمرتها. بالنسبه للوز فانا شويه خليته اغلبيه ديال اللوز خليته كيما هو صاين وحمرته في الفران لا هو لا كاكاو، وشويه ديال اللوز سلقته وقليته، وكذلك عندي الشوفان وزريعه الكتان حتى هما محمرين. كلشي كنحمرو في الفران. فاول حاجه غنبدا بالطحين ديالها باش نتبع المراحل كلهم، يعني هذا راه درس كامل مكمول على سلو. اول حاجه بديت بها هي اولا عفوا هو الشوفان. طحنته هو ديجا كنت حمرته، ما دهنته بتا حاجه كيف ما هو، نقيته وشديته درت خلته الفران حتى تحمر مزيان وطحنته وغربلته. ممكن تخليه كيف ما هو بلا ما تغربلوه، ممكن تغربلوه الا بقات شي حبه ترجعوا طحنوها مزيان. بالنسبه لزريعه الكتان حتى هي حمرتها، غسلتها ونقيتها ونشفتها عفوا ونقيتها وعاد حمرتها في الفران، عاد طحنتها وكنضيفها للدقيق المحمر ديالي. كذلك هنا بالنسبه لحبه حلاوه والنافع فهادو ما جوج الحوايج اللي ضروري تغربلوا من غير شي الاخر. انا كنغربلهم، راه ماشي مشكل الا ما تغربلوش، ولكن صراحه كيجيو كيتغزوا بزاف فمن الاحسن انهم يتغربلوا. كما كتلاحظوا لنا راه غادي نشارك معكم كلشي، ما غنخلطش كلشي في دقه واحده باش هكا الاخوات المبتدئات يعرفوا الطريقه كامله كيفاش كنخدموا. فانا احتفظت بالجنجلان عفوا بالحبه حلاوه والنافع بوحديتهم وندوزو نطحنوا الكاوكاو. بالنسبه هنا الكاوكاو راه ما كيكونش في الوصفه الاصليه ديال السلو. فالوصفه الاصليه ديال السلو فيها كيلو دقيق، كيلو كيلو عفوا لوز، كيلو جنجلان فقط، وحبه حلاوه والنافع كنديروا معلقه ومعلقه صغيره ديال القرفه. هذا هو الاصل في السلو. كاين اللي كيدير السكر، كاين اللي كيدير العسل، كاين اللي كيخليه مسوس، كل واحد كيفاش كيبغيه. هذه هي الوصفه الاصليه. لكن انا الكميه ديال اللوز فنقصت منها وعوضتها بالكاوكاو. لكن كما كتلاحظوا فانا هاد الهاشواغ اللي عندي اولا هاد مولينكس اللي تنخدم بها هذه ما كتطحنش مزيان، هذه فقط كتهرمش. اللي وريتكم الاولى فكتطحن مزيان، هذه غير كتهرمش. اللي بغى طحنوا مزيان طحنوا، لكن سلو صراحه شحال ما بقاو فيه الحبات صاينين فكيكون احسن. بالنسبه للكاوكاو انا هرمشته كامل ما طحنتوش نهائيا. بالنسبه للوز حتى هو الاغلبيه ديالته هرمشته، وغيبقى واحد شويه في الاخر فغادي نهرمشو اكثر. يعني ما غاديش نهرمشو بزاف، بحال اللي غنقولوا غنهرسو فقط. يعني ممكن ديروه في كتانه اولا في زيف يكون نقي بحال اللي تضغطوا عليه بالمدلك اولا تهرسوه بالمدلك، فكذلك راه غيجيكم نفس الشيء. كما كتلاحظوا هذا اللي عندي هنا اللي قليته في الزيت فما غاديش نطحنو مزيان، غنخلي الحبات فيه يكونوا صاينين. انا كنوري الاخوات المبتدئات اللي كيعرفوا يديروا سلو ما شاء الله، لكن الاخوات المبتدئات فاغلبيتهم ما كيعرفوش شنو هي الحاجه اللي كتصايب سلو، شنو هي الحاجه اللي كتخسر سلو. الحاجه اللي كتخسر سلو هو انه الا كثرتوا الكاوكاو والا حمرتوه حتى تحرق فكيعطي المروره. اول حاجه. ثاني حاجه الجنجلان شحال ما كان في السلو شحال ما كيجي زوين. ندوزو دابا بالنسبه للجنجلان اللي عندنا. الكميه ديال الجنجلان دائما كتكون هي نفس الدقيق. فانا غنطحن الكميه نص الكميه ونص الكميه غنهرمشها، والنص واللي باقي غادي نخليه هكاك صاين. كما كتلاحظوا كما كتشوفوا هنا الجنجلان شويه طحنته شويه خليته صاين شويه هرمشته فقط. غنضيف الكاوكاو، غنضيف اللوز، وغنضيف داك اللوز حتى هو اللي كنت قليته من قبل، يعني اللي كان مسلوق ومقلي. انا بالنسبه لي اغلبيه ديال السلو اللي كنصايب صراحه ما كنديرش فيه اللوز مقلي نهائيا. اغلبيه كنخلطو كنطحنو عفوا كيف كيكون في الفران كنسخنو به بقشورو كنديرو مباشره، وكنخلط جميع هاد الزرارع اللي عندي اولا المكونات اللي ضفتهم للسلو ديالي من غير حبه حلاوه والنافع ضروري كندوزهم في الغربل. وكذلك القرفه، انا القرفه ديجا كانت عندي مغربله من قبل لذلك ما غربلتهاش. دابا كنغربل غير النافع
وحبه حلاوه. بالنسبه للكميه اللي عطيتكم راها كبيره، نتوما قسموها على 3، فمن الاحسن ديروا كيلو واحد راه كيعطيكم كميه كثيره. انا هنايا صايبت 3 كيلو على حسب عندي عدد الافراد الاسره كثار، وديجا كنذوق شويه منه ومنه، فراه ما كيبقاش بزاف. بالنسبه هنا للشوفان، هادشي كيبقى اختياري، هو وزريعه الكتان، ماشي في الاصل ديال الوصفه كما سبق لي وقلت. ديال سلو الاصلي فيه كيلو لوز، كيلو دقيق، كيلو جنجلان، صافي. هادشي اللي كيكون في سلو، زائد معلقه من المنكهات اللي هما حبه حلاوه والنافع والقرفه. لكن انا ضروري كيعجبني نزيد فيه زوائد، ممكن حتى الدقيق تعوضوه بالدقيق ديال الشعير، كيكون صحي اكثر. هاد الطريقه اللي عطيتكم كيكون صحي، لكن كما كتعرفوا الدقيق راه ماشي صحي. فاول حاجه انا كنخدم هاد الطريقه، هو انني كنخدم المكونات مع بعضها، يعني اللوز والكاوكاو والشوفان وزريعه الكتان والقرفه وحبه حلاوه والنافع، تنخدمهم مع بعضياتهم بلا ما تنساو القبيصه ديال الملحه، لان هي اللي تطلع لنا المذاق. والسكر سكر كلاص، يعني السكر اللي مطحون، عاد كنضيف ليهم الدقيق. يعني عندكم الاختيار بالنسبه للسكر، ممكن تنقصوا ممكن تزيدوا. هاد الكميات السكر اللي عطيتكم فكتجي كتجي الحلاوه نورمال، يعني ما كيجيش حلو وما كيجيش ناقص حلاوه. اللي كتبغيه شويه مسوس تنقص واحد شويه، واللي كتجي كما لاحظتوا انا نقصت شويه من الكميه اللي عطيتكم هي اللي كتجي بها حلوه، فانا ما كنبغيش حلو بزاف، خليت واحد شويه ابار. دونك انا بالنسبه لهاد المكونات اللي عندي حيت كثار، غنقسمهم على 2 قصعات وغادي نضيف ليهم الدقيق. لهاد المرحله انا مازال ما ضفت الدقيق. اللي عندها العجانه تخدم في العجانه، اللي عندك كتبغي تخدم بيديها بحالي راه ممكن تخدموا بيديكم، يعني حاجه عاديه. غير هو حاولوا ما امكن انكم تخدموا النواشف بوحديتهم، عاد ضيفوا الدقيق ديالكم، ولا تخدموا المكونات عاد تضيفوا الدقيق كاخر حاجه. بالنسبه للدقيق، الاخوات كاين بزاف اللي تيحمروا الدقيق اكثر من القياس، وهذا هو السبب الخطا او الخطا اللي تيديروه، هو انه تيجي مر شي شويه اولا ما كيتعطلش معهم. واخا كيجي زوين في الاول، لكن كتوصل عليه كتفوت عليه واحد 15 يوم كيتبدل المذاق ديالو. فنصيحتي لكم انا الدقيق دائما من تحمروه ضيفوا ليه شويه ديال الزيت باش تعرفوا اللون ديالو ما يكونش بني بزاف، يعني غامق، يكون شويه مفتوح. بالنسبه لي الزيت اللي وريت لكم ضفتها للزبده، فهذيك الزيت هي اللي قليت فيها اللوز، فانا ما كنرميهاش، هذيك الزيت هي اللي ضفتها للزبده ديالي وبديت كنخلط بها. في الاولى غنبدا نخلط بهذا، لكن صراحه ما كيعاونش، ماشي بحال اللي كتخدموا باليد. الزبده والزيت ما كانوش سخونين بزاف، كانوا غير دافيين باش كيندمجوا المكونات ديالي مزيان. لكن عندكم ديروا الزبده والزيت يكونوا سخونين، لانهم غادي كلشي غيتعلق لكم بزاف وما غاديش تعرفوا الكميه اللي غادي تضيفوها ديال الزبده وديال الزيت. هنا الكميه كتبقى على حسب الرغبه، راه ممكن تستعملوا الزيت اكثر، ممكن تستعملوا الزبده اكثر، ممكن انكم تستغنوا على الزبده وديروا غير الزيت، يعني كيبقى لكم الاختيار. لكن بالزيت بزاف كيجي كيقهم، بحال الشكل ديال التقنته اللي كتصايب في وجده في الجهه الشرقيه، فكتصايب بالزيت فقط، فكتجي شويه كتقهم، واخا كتجي بنينه كتجي كتقهم. عكس انكم الا صايبتوا كميه زبده وكميه زيت فكتجي صراحه في المذاق زوينه، وكتجي كذلك كتبقى مده طويله. فكما كتلاحظوا انا من بعد ما غادي نخلط هذا الشيء مزيان، غادي نضيف كذلك باقي المكونات، غنبقى نضيف شويه بشويه ونبقى نقسم حتى غنسالي الكميه كلها اللي عندي. وخاصكم تنتبهوا لواحد الحاجه، ما تبقاوش غير كتضيفوا الكميه حتى تخلطوا مزيان وتدعكوا كلشي مزيان باش كلشي كيطلق الزيت ديالو، باش تعرفوا لا تيكستور اللي عندكم واش مازال خاصها الزبده والزيت او لا. وهكا كنكونوا سالينا. وسلو ديالنا كيكون هو هذا، كما كتلاحظوا كيجي واقف، واخا كيبان لكم مزيت راه انا خليته ناشف، لكن بقيت كندلك فيه حتى طلق كلشي الزيت ديالو، وكيولي بحال هذا الشكل هذا، يعني كيبقى يبان بحال اللي مزيت، لكن هو اي شكل عطيته ليه كيبقى عليه. يعني كتصنعوا كره وكتحطوها ما كيهبطش الشكل ديالها، كيبقى كيف ما هو. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفرجه لهذا الفيديو. يعجبكم هذا السلو اللي شاركته معكم، ما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو. الى اللقاء في ملتقى اخر ان شاء الله.